عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الجزء الثاني يا اخوانا المتعلق بالآثار المترتبة على الطلاق البائن بينونة صغرى. لو انت ما شفتش الفيديو اللي احنا رفعناه في الصباح، يا ريت لو سمحت روح شوفه الأول وتعالى بعد كده للفيديو ده الآثار والنتائج. بس احنا قلنا البينونة الصغرى هو الحالة التي لا يجوز للزوج أن يراجع زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد. طب ايه الآثار المترتبة أو ايه النتائج؟ رقم واحد، انتهاء الملك للحل. انتهاء الملك للحل، بتنقطع الرابطه الزوجيه يا اخوانا. خلاص انت بنتي منه بينونه صغرى، مالكيش بقى تقعدي معاه، لا نفقه ولا متعه ولا سكنه ولا اي حاجه. خلاص انت بقيتي اجنبيه، واحده اكنك لسه ما تعرفوش، الا لو انت حامل. فالراجح من اقوال اهل العلم ان هو ينفق عليكي مش عشانك انت، لا علشان المولود اللي في بطنك. دي الحاله الاولى. طب الحاله الثانيه، انت دلوقتي خلاص خرجتي بره العده، لا يملك ان هو يرجعك مره تانية الا بعقد جديد ومهر جديد. يعني ما ينفعش بعد ما يحصل خلع، او بعد ما يحصل مثلا فسخ، او بعد مثلا ما انت انتهت عدتك 3 حيضات وطهرتي، يجي يقول لك انا رجعتك. لا ما ينفعش، خلاص هي العده انتهت. يبقى النتيجة الثانية أنه لا يجوز المراجعة بعد البينونة الصغرى إلا بعقد جديد وبمهر جديد. الحالة الثالثة يا إخوانا، حلول المهر المؤجل. يعني إيه؟ عندنا في مصر مثلا لما بنيجي يا إخوانا بنتجوز، بيقول لك أنا هعمل لها مهر 100,000، دفعنا 50,000 مقدم و50,000 بيكون مؤخر. طيب احنا طبعا ما بندفعش فلوس، يعني كله بيتحسب بعد الطلاق لا قدر الله يعني. طيب دلوقتي جه بانت منه بينونة صغرى، هنا المهر بيكون مؤجل ولازم تطالب بالمهر بتاعها شرعا وقضاء، لان هي خلاص بانت منه بينونة صغرى. اخر حاجة نختم بيها يا اخوانا، انقاص عدد الطلقات. انقاص عدد الطلقات، لو هو طلقها طلقة وبانت منه، عشان يرجعها بعقد جديد ومهر جديد هترجع يبقى لها طلقتين بس. طلقها طلقتين وبنت منه وما رجعهاش عشان ترجع له وترجع له بطلقه. ان شاء الله الفيديو القادم هنتكلم على حكم الطلاق البائن بينونه كبرى، ولو حصل المفترض الزوجه تعمل ايه والزوج المفترض يعمل ايه. لو عندك سؤال سيبه في تعليق، وباذن الله تعالى هنكمل في اللايفات بتاعتنا للرد على اسئلتكم بمشيئه الله تعالى. ارجو منك مشاركه الفيديوهات هذه نشرا للعلم النافع والعمل الصالح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.